سيداتي آنساتي سادتي، جاءنا هذا النبأ العاجل. النادي الأهلي يغتصب الزمالك في إحدى قاعات استاد القاهرة اللي ورا الاستاد، ولكن الزمالك يصرخ ويقول أثناء الاغتصاب: في إيه؟ في إيه؟ هو أنا يعني قلت لأ؟ ما بالراحة. ولكن يستمر النادي الأهلي في فعلته الشنيعة لتنتج بعد هذه الفعلة 3 أطفال. الأول بفعل فاعلة ماس كهربائي يسمى المدعو كهربا، والثاني والثالث أحرزهم محمد شريف في محاولة عودته إلى التهديف، ولكن كان ينتظر هذا اللقاء بحرارة وبشدة. والآن ثانية واحدة أعزائي المشاهدين، بتقول إيه؟ خناقة؟ ضربوا بعض؟ يعني ما فيش فاموس إسبانيا وكده؟ أعزائي سيداتي آنساتي سادتي، زيزو وشيكابالا مسكوا في بعض في غرفة خلع الملابس فور انتهاء اللقاء أثناء ما احنا بنتكلم كده، ولكن لا أحد يفصل بينهم. هتقول لي أمال فين المدرب؟ هقول لك لو أنت لسه ما تعرفش، ففيريرا أثناء ما اللعيبة بتغادر أرض الملعب غادر هو من الباب الخلفي وركب سيارة مبهمة لا أحد يعلم إلى أين تتجه أو راح على فين أو بتاعة مين أو تخص مين، لا أحد يعلم سوى الله وفيريرا وسائق هذه السيارة. ولكن ثانية، معلش ثانية يا جماعة، تاني مرة تانية كمان، يعني خلاص رسمي. سيداتي آنساتي سادتي، معلش أنا آسف، عمال سيداتي كتير، ولكن السفينة بتغرق وكله بينط منها. أمير مرتضى منصور بيتم تقديم استقالته رسميا إلى مجلس الإدارة، وقال إيه؟ في انتظار موافقة الإدارة. يعني تخيل واحد بيقدم استقالة لأبوه في نادي مسكينه هو وأبوه، وقال إيه يعني؟ أنا ماليش دعوة يا بيه، هم اللي قالوا لي اعمل كده. مسرحية يا جماعة هزلية، وزي ما انتوا عارفين من زمن الزمن، وانا قلتها وكل اللي قبليه قالوها، وكل الاهلاويه اللي فاهمين واللي واعيين عارفين الحقيقة دي، ان الزمالك عبارة عن ايه اصلا؟ ايه هو اصلا نادي الزمالك؟ وايه هم الزملكاوية؟ او 99.9% من الزملكاوية هم مجموعة من كارهي النادي الاهلي، هم مجموعة من كارهي النادي الاهلي. دلوقتي السفينة غرقت وكله بينط وكله بيتنصل من المسؤولية. ما كانتش هزيمة دي يا جماعة اللي تعمل فيكم كده. خلاص يا جماعة، ده انتوا قاتلين سارقين ناصبين هاتكين عرض الناس، جايبين في اعراض الناس مع بعض. خلاص يعني مش هزيمة من الاهلي هي اللي توقع بينكم كده. اعتبروها صفقة بتعملوا فيها سمسرة، اعتبروها عمولة من ورا الجمهور، وانتوا طالعين تعملوا نفسكم ده بتدفعوا من جيبكم. اعملوا نفسكم بتدافعوا عن الزمالك، كملوا في مسلسل القنوات بتاعت الزمالك والهزازين الرؤوس وقناة الفايبريشن اللي انتوا بتطلعوا فيها، ولكن هو ده تمامكم. عايزين نخش كده مع بعض ونخوض في تفاصيل الزمالك دلوقتي. انا اثناء يعني الفيديو اللي قبل ده على طول كنت منزل لايف رياكشن، كنت منزل رد فعل وانا بتفرج على اللقاء، وكان صوتي رايح بسبب جون كهربا، وكنت بقول انا نفسي اتفرج على قناه الزمالك النهارده وصفحات الزمالك النهارده. فلحد النهارده الزمالك، او لحد اللحظه اللي انا بصور فيها الاستوديو ده، قناه الزمالك ما فتحتش برنامج على الهوا. خلاص الدنيا ولعه في الزمالك. مرتضى منصور ملتزم الصمت، ابنه قدم استقالته، فيريرا خد العربيه بتاعته ومشي، محدش يعرف رايح فين. زيزو وشيكابالا مسكوا بعض جوه غرفه خلع الملابس، وما تعرفش لحد دلوقتي مين ضرب مين ومين. بوم بوم فاموس اسبانيا فاموس. ما تعرفش لحد دلوقتي مين انتصر، مين فاموس على مين. فايه، خلونا نخش دلوقتي على صفحات الزمالك ونشوف هما بيقول ايه، ونبدا بخالد الغندور. خالد الغندور بقى اللي اخر بوست نزله كان قبل الماتش ما يبدا، كان تشكيله الزمالك. فضل ملتزم الصمت 3 ساعات من تشكيله الزمالك لحد بعد اللقاء ما يخلص، ومنزل لك بوست تجاري قوي، بوست ملوش دعوه بالماتش خالص. هص بس خالد الغندور كبير حاقدي الزملكاويه بيقول لك ايه؟ الاهلي يهزم فريق الزمالك بثلاثيه نظيفه في ختام مباريات الاسبوع ال14 للدوري. طن، هو ده الخبر، خلص الخبر. وبعد كده التزم الصمت. صفحه خالد الغندور تلتزم الصمت 3 ساعات، ده حدث كوني لازم يستحق الدراسه مننا. وبعدها بيقول لك ايه رايكم؟ من هو نجم مباراه اليوم بين الزمالك والاهلي؟ عايز يجيب تفاعل وخلاص، لكن التصريحات بتاعته بتاعت دس السم مش موجوده. دس السم في العسل مش موجوده. التهييج الجمهور وفتنه بينهم بين الجمهورين مش موجوده. خالد الغندور ملتزم الصمت. تعال نخش على حاجه تانية، وهي المختلط 1911، اكبر
صفحاتهم بيقول لك ايه؟ الظاهر ان مرتضى منصور لما كان بيصلي قبل المباراه وبيدعي ربنا كان بيصلي من غير وضوء. تن تن تن. عارف يلا افيهات الخليل كوميدي يلا البوست اللي بعده بيقول لك ايه؟ هو ده البوست الوحيد هو وبتاع اللي من غير وضوء ده على الصفحه، بس برضه ملتزمين الصمت لمده 5 ساعات واكتر لحد دلوقتي. بيقول لك يلا يا ابن مش عارف ايه الايه منك ليه، مش عاوزين نشوف وشكم تاني يا كلاب الفلوس، تيشيرت الزمالك كبير عليكم يا ايه. بيشتموا يعني لعيبتهم وجايبين صوره الزمالك، صوره لعيبه الزمالك وعاملينها نيجاتيف ابيض في اسود، وقال يعني ايه احنا زعلانين منكم جامد. وبعدين ده خلاص كده صفحه المختلط خلاص وصفحه خالد الغندور خلاص. دلوقتي بقى نخش على صفحه ايطاليان زملكاوي. بيقول لك طبعا الخراب اللي انتوا فيه اللي احنا فيه دلوقتي دوت هو بسبب الصفقات الشمال اللي جت من وبيلمعها يعني، حتى مش عايزين يذكروا الموضوع بشكل مباشر كده، لو ما تفهمش يعني ماسك عليهم ايه ولا بيهددهم بايه ما تفهمش. جايبين صورة ابن مرتضى منصور وبيقول لك يتقدم باستقالته لرفع الحرج عن الاداره ويبلغ اللاعبين وينتظر موافقه الاداره. لازم في حته كده عارف اللي هو زي ابو ابي بالظبط، الاتوبيس ما جاش، طب فين الاتوبيس يا سياده المستشار؟ هم بيكلموه في الاعلام، لا والله انا مش عارف انا نايم في بيتي والله ما حدش قال الاتوبيس فين، انا مش عرفني وانا السواق. يا دي يا ابني يا ولودي كلكم كده كلكم نفس العينه. والله يا ابني ما في حد كشفكم غير واحد بس، ايناسيو الله يمسيه بالخير لما قال لك هذه زجاجه كوكاكولا، لو قال لهم رئيس ناديهم أن هذه بيبسي سيقولون جميعهم نعم إنها بيبسي. بكل بساطة كشفكم واداكم على بولة. يلا اللي بعده، البوست اللي بعده بيقول لك ايطاليان زملكاوي. الماتش خلصان بقاله ساعتين ولحد دلوقتي محدش فاهم تغييرة عمر جابر والزناري هدفها ايه. لكن لو كان عمر جابر باصة ولا عمل ترقيصة كان بقى اسمه السافل زي مصطفى فتحي، تاريخه كله ترقيصة رامي ربيعة ولا مش فاكر سعد سمير السافل. يا ولودي يلا اللي بعده، البوست اللي بعده بيقول لك مش عارف ايه اللي على الشمال ده، جايبين صورة بقى مرتضى في النص وعلى يمينه ابنه وعلى شماله ابنه التاني. بيقول لك اللي على الشمال دوت دمر كل العاب الصالات وهتبقى اول مره من سنين كتير نخرج 0 بطولات في الصالات. ايه يعني الصالات يعني ايش بتلعبوا بالي يالا في الصالات دي؟ ايه الصالات دي؟ حد بيشوفها اصلا ولا حد بيهتم بيها؟ يلا مش عايزين نغلط. اما اللي على اليمين دوت فاشل برضه وما عندوش اي مقومات تخليه في المنصب ده. دلوقتي امير بقى فاشل وما عندوش اي مهمات ولا اي مقومات تخليه في المنصب ده. مش ده كان امير؟ مش ده امير الدهاء؟ مش ده اللي كان قافل على الفرقه؟ مش ده اللي كان يا لهوي مش ده اللي كان بيجيب شيكابالا ويقول له نعمل ايه شيكا يقول له انا اللي هعمل. اشوف وشكم. اللهم لا شماتة ولكن انا شمتان. انا شمتان مش في البشر، انا شمتان في افعالكم اللي انتوا بتعملوها. يا شيكابالا رايح قبل الماتش تسخن قدام جمهور النادي الاهلي عشان لما يبدا الجمهور والجمهور يبدا يشتمك ويطلع شتيمة جمهور النادي الاهلي في التلفزيون تطلع تقول لهم شايفين يا اعلام، شايفين يا كابتن بيشتمونا يا كابتن بوم الميات يا كابتن. يلا استرجل يلا خلي موقفك موقف راجل، يلا خلي عندك مروءة، خلي عندك شجاعة، تعرف تسمع عنها ولا انت تاريخك كله لقطات؟ عشان انت عارف جمهورك بيحب اللقطات. تجيب جون في الشرقية للدخان تروح فاموس وبالعرق. فين عرقك النهارده؟ فين اوباما؟ فين زيزو اللي سوحته معاك وخليته يحتفل زيك؟ فين زيزو؟ فينك يا زيزو؟ كلابيزو فين؟ الكلابزات فين يا شيكابالا؟ فين يا شيكا؟ ما تلحقنا يا شيكا، ما تعمل حاجه يا شيكا. هنعمل ايه يا شيكا؟ قال لك انا هعمل. بتعمل ايه طيب؟ بعمل حمام. ما حدش يكلمني دلوقتي عشان بحب اركز في الحمام. ما حدش يكلمني. ايه يا شيكا؟ يا شيكا وحشنا يا شيكا. بص يا شيكابالا انت بقيت زيك مكانتك في قلوبنا في قلوب الاهلاويه زي ما كانت محمود علاء واكتر. يعني انت تقريبا انت لعبت ماتشات كتير قوي اكتر من محمود علاء ضد النادي الاهلي. اي نعم محمود علاء هدايا كتير ولكن انت وش السعد علينا. يلا احنا بنحبك، بنحبك يا شيكا، بنحب فاموس. نداء لجمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه كله. هو ده الاحتفال الرسمي بتاعنا بعد اذنكم. ولا دي بتاعت معلول ولا اي حاجه.
هو النداء الرسمي بتاعنا الفترة اللي جاية، او الشعار او الاحتفال الرسمي بتاعنا الفترة اللي جاية هي دي. عايزين نقف كلنا في المدرجات نعمل كده لبعض، فاموس. ولما ناخد الدوري السنة دي بإذن الله رب العالمين، ننزل كلنا من الاتوبيس في اخر ماتش قبل الماتش الاخير ما يبدأ، ننزل كلنا من الاتوبيس بكرابزات. واحب قبل ما اقفل الحلقة، في حلقات كتير والسهرة صباحي عليكم وزيكم زي الهاني سليمان كده، بل ألعن كهربا حريقة، عمل حريقة في 100 عقبة. مش ممكن يلا اللي انت عملته ده، يلا ده انت فاجر، يلا ده انت قادر وفاجر، يلا. وبالمناسبة السعيدة دي، بالمناسبة السعيدة الجميلة دي، ومحمد شريف حبيبنا وكهربا حبيبنا وكولر حبيبنا والشناوي الدكر وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وهاني من أحسن ماتشات هاني في تاريخه، معلول من أحسن ماتشات معلول في تاريخه. كل لعيبه الاهلي النهارده كانوا رجاله باستثناء كام واحد كده منهم، اولهم قفشه، بس مش وقت انتقاد. كله فرحان والزمالك متخرتق، سفينه الزمالك متخرتقه وبتغرق، وكله بينط، كله بيتنصل، كله بيقول لك ماليش دعوه، كله بيختفي. صفحاتهم وجمهورهم وادارتهم ورئيس ناديهم وقناتهم وكله بيختفي، عشان تعرفوا ان انتوا كلكم شبه بعض. وفي نهايه الحلقه انا بهدلكم الاغنيه الجميله دي، سهر الليل السلام عليكم.